ورأيتها من هؤلاء المتظاهرين وهم أغلبهم من الشباب صغير السن. الأمر الأول أن العنف لا تنتهي بمواثيق تكتب، ولكن أسباب العنف كامنة داخل الزخم السياسي الذي نعيش فيه. الأمر الثاني أن هؤلاء المتظاهرين يؤكدون دائما وأبدا أن كل النخب السياسية التي تتحدث بأسمائهم لا تمثلهم، وهم لا يمثلون إلا أنفسهم، وأنهم غير ملزمين بأي وثائق توقع تحت أي مسميات. الأمر الثالث أن بعض التناول الإعلامي في بعض الوسائل الإعلامية لبعض الأمور السياسية أعتقد أنه يسبب في مزيد من الاحتقان على الأرض. يعني هذا ما أراه من خلال تحدثي مع الكثير المتظاهرين واغلبهم من الشباب صغير السن طبعا. محمد تماوي بشكرك، وهنرجع لك تاني برضو نتابع معاك الموقف. مشكلة يعني انتوا دلوقتي يعني ثوار نازلين ليهم مطالب محددة. رجعنا تاني برضو لعملية محاولات اقتحام الأقسام، يعني عمليات التخريب. معرفش يعني برضو يمكن زي ما محمد دلوقتي بيقول انه ان هم مش معترفين باي ميثاق او باي حاجة بتدعو الى نبذ العنف او غيره، زي ما حصل مؤخرا مثلا من قبل وثيقة الازهر وغيره. يعني معرفش طب وبعدين، ما هو برضو وبعدين من وجهة نظركم طول ما في حد بيدور على الحقوق احنا كويسين في النقطه ديت، احنا ندور على الحقوق مع حضرتك. الاستاذ الفاضل هو راجل على راسي من فوق في كلامه، بيحث الشعب على مطالبه بحقوق، ان احنا ما نقعدش ساكتين وده ما نكونش سلبيين، لكن مش في نفس الوقت اللي بيحصل فيه تخريب في قوه. ما انا جاي لحضرتك في الكلام، انا برد على حضرتك بس سؤال صغير. انا ببساطه كده اهوت، الناس دلوقتي بتنزل وعارفين ان في بلطجيه في الشارع، ما انا عايز انزل اتظاهر ولا حقوق، هاخد مراتي وهنزل في الشارع ممكن تتبهدل مني. ما بيحصل تحرش في التحرير واغتصاب وتم نقله بعد ما حصل باسبوع، ليه ما بنقلش الحقيقه في وقتها؟ النقطه الثانيه دلوقتي لما حضرتك ببساطه تم انا هنزل اتظاهر وعارف ان في تخريب، المشكله دلوقتي لو الناس دي جت عندنا هنا دلوقتي في القناه، حضرتك بتدعوهم للتظاهر، هتنزل الناس تتظاهر قدام القناه، هيجي البلطجيه اللي مدربين اللي مجهزين خلاص. ما هو الحزب الوطني لما اشلاقه تاني وعرف يبقى ليه قوامه جوه البلد، وعرف ينظم التخطيط اللي يعمل بيه البلطجه والارهاب جوه البلد باسم المتظاهرين الحقيقيين اللي ليهم طلبات. انزل بقى دلوقتي خش على القناه ويهجم علينا في الاستوديو واحنا على الهوا، اول ناس هتجري احنا. مش هنقف نقول نتظاهر بقى، يكونوا فعليين. المفروض دلوقتي ان احنا كل واحد متظاهر يصبر شويه في مكانه، يدي مهله ثانيه للحكومه، لان انا دلوقتي شايف بلطجيه، يبقى ادي فرصه للامن يقبض على البلطجيه. لما حصل قرار حظر التجوال ده قرار كان ليه بعد سياسي. لما الشارع نزل بعد الساعه 9 عند، هل في بلطجي قدر يظهر؟ في وجود الجيش وفي وجود الشعب اللي هو البورسعيدي ومدن القناه، الناس نزلت عند، لان من ايام الثوره 25 مفيش حظر تجوال اتطبق، ومع ذلك الناس نزلت عند. البعد السياسي ايه؟ اعطيت فرصه للشرطه تاخد نفسها بعد كميه الضرب اللي كان عليها. الاسم السجن عرفنا نأمنه، بدل ما كان هيتم تهريب مجموعه من المساجين اكتر وتنتشر عدد اكبر من البلطجيه والتنظيمات الداخليه. يا جماعه ده مخطط علشان نعرقل مصالح الدوله، تنزل الناس تتظاهر، ندس البلطجيه في النص، تولع البلد ونضرب الاماكن الحيويه في البلد. لما نروح ناحيه السفاره الامريكيه ولا القنصليه الفلانيه من الثوار ونتهجم هناك ونبدا ضرب الناس بالنار وتبدا تتهجم ولا يخشوا يقتلوا السفير زي ما حصل في ليبيا، هتبدا الدول الخارجيه تفرض ولايتها على الاماكن الخاصه بها في مصر، واحنا مش عايزين نوصل لده. ده مخطط. اتفضل. انا بس عايز ارد، يعني عايز اقول الناس تعترض ازاي؟ انا دلوقتي انا مع الاعتراض، والله في طرق يعني في طرق للاعتراض. معلش ديوان المظالم مفتوح، في ناس بتستجيب لمطالبها. طب انت عاوز ترد؟ انا شايف دلوقتي لغايه امبارح انا متابع، انت تابع كل الاراء، انا متابع. حلول العيش بدات تتحل، المرتبات بدات تتظبط. لا انا قلت وزير التموين لما بدا ينزل في المجمعات الاستهلاكيه، ما انا لمست بايدي. ما انت ما بتدورش حضرتك اللي بيتحل. انا ما بدافعش عن حد، انا بتكلم مشكله العيش اتحلت. اتحلت لما قال لك المخابز دلوقتي تشتري بسعر السوق وتبيع بسعر السوق. المخابز تشتري بسعر السوق،
يعني ايه؟ مش هبيع مدعم، هبيع الدقيق بسعره وهيتباع العيش بسعره، بدل ما الدقيق بقى يتباع مدعم ويتباع سوق سودا ويتعمل بيه البسكويت والكيك والكلام ده كله، هيتعمل بيه عيش يشتريه الشعب. القصه اللي بتتكلم فيها محتاجه رقابه يا فندم. انا بقول لك لا مش رقابه، انا ده الحل. الرقابه مش موجوده. انا الرقابه، انا بقول السيد الدكتور المذيع يرد على كلامي، هو راجل حيادي. الناس شافت وعود. ما انا بقول لك انا ما بدافعش عن حد، انا لا انتمي لاي تيار سياسي، انا برد، ما انا برد عليك بس الردود طب واضحه. انا يا جماعه دلوقتي لما احنا يعني ننزل وزي ما الثوار نازلين ومطالبهم هي اقاله حكومه الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومه انقاذ وطني، اقاله النائب العام، اسقاط الدستور وغيره وغيره وغيره، يعني احنا هنفضل في الدوامه دي؟ لا 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 غير الدوامه حضرتك، لا ثانيه واحده، غير الدوامه حضرتك، لا مش هيكونوا رافضينه. لا يا دكتور ايوه تمام. وبعدين هل ينفع تشكيل حكومه انقاذ وطني بعد ما جه رئيس منتخب بصندوق؟ ازاي؟ حكومه انقاذ وطني بعد ما الثوره قامت على طول، ده اللي المفروض كان يتعمل. مش ان انا اعمل حكومه انقاذ وطني بعد ما قعدنا سنتين ونعمل انتخابات وننزل. انا عن نفسي خلاص انا كرهت كل يوم هنزل انتخابات، كل يوم هنزل تصويت، هسيب شغلي وانزل تصويت. ما انا بقى حاجه من الاثنين، يا اما بقى اعترض زيهم واعتصم في مكان عملي وبعد كده خلاص بقى تولع الدنيا تتقفل بقى تضل. يا فندم انا لو المسؤول الحكومه يضمن ان في تظاهر سلمي هينزل يتشاور مع الناس دي. كم مره يتم توجيه دعوه حوار ولم يتم الموافقه عليها الا بعد مقابله السفيره الامريكيه؟ ما احنا نتكلم بمنطق. ايه دكتور البرادعي بيقول ادعو للحوار بعد ما قابل السفيره الامريكيه، قبلها بيوم قال لك ارفض. ليه؟ ما احنا عايزين نفهم يا جماعه، وضحوا لنا انتوا ما دام قوه سياسيه وبتتكلموا حلوا المشاكل، مش عايز انتقادات. انا مش كل يوم هنتقد حضرتك ولا انتقد الحكومه اللي تحل المشاكل، مش الحكومه فاشله. حل لي انت مشاكل، فين الشعب؟ فاشله يبقى تمشي هات لي غيرها. بعدين ما احنا ماشي يعني امشي وجيب غيرها. طب يعني الحل ايه؟ والرئيس يمشي وهات غيره، بعدين ما يجيش ما يعجبناش اللي بتعمله فامشي وهات غيرها. استاذي انا كمواطن محتاج ايه غير ان انا اشوف كل شيء على ارض الواقع بيحصل. انا محتاج اعيش، انا طالب حريه وكرامه وعداله اجتماعيه. هذا لن يحدث بالمره على المستوى العام في مصر. مفيش حاجه حاصله، انا مش لامسه كمواطن. طب ما هو مفيش حاجه حاصله لان انت يعني احنا مش مدين فرصه للي موجود انه يعمل. يعني انت مثلا هي الناس مش غاويه انها تطلع وتوجع دماغها يا استاذنا. لا الناس مش غاويه تطلع الشارع وتهاتي. لا القصه فيها اطراف كتيره جدا. انت سيطر على الامر. جميل. انا اعرف ايه الاطراف. انا هسال سؤال بسيط. الشعب دلوقتي مش كان من ضمن مطالب المتظاهرين القصاص؟ لما حكموا بالقصاص على الالتراس اللي هم على مش الالتراس، حكموا بالقصاص على الناس اللي هاجمت. مش هم دول. ثواني بس حضرتك، ثواني. المفروض يتحكم القضاء ده مش شامخ؟ اوكي بس يعني الراجل ده مش بيحكم بادله. ده طلع جمال وعلاء مبارك براءه. استنى بقى محمد شويه علشان الناس مش هم دول. هم خدوا ناس كانوا موجودين، اي نعم كانوا ادوات. انت ما تاخدش الادوات تضحي بيها وتسيب الرؤوس اللي حركت الادوات. انا ما شفتش حد كبير اتحاكم في القصه، ما شفتش عميد كبير في الداخليه اتحاكم، ما شفتش النائب العام الجديد اللي هم طلبوا يشال. النائب العام القديم اتشال، جابوا النائب العام الجديد قال لهم هضم ناس من الداخليه. بس حضرتك قال لك هضم ناس في اللقاء. رد على كلامك، فرصه اتكلم. هضم ناس من الداخليه للقضيه. اسمعوا وبعدين رد عليه. حضرتك انت بتتكلم من الصبح وسابك تتكلم. لا ما هو الكلام فرصه اتكلم. رد على كلام حضرتك. اوكي بقى نسمعه وبعدين انت رد عليه. اوكي دلوقتي الناس اللي اتحكم عليها بالاعدام اللي هم ال 25 واحد اللي اتحكم عليهم بالاعدام، تمام، دولت كلهم افراد عاديين جدا، اشخاص كانوا ادوات منفذه صح في الحدث. صح. مفيش ولا واحد محرض في هذا الحدث. لا في. يتحكم مين؟ اقول لحضرتك مين؟ تسمعني؟ اتفضل. لما يكون واحد شغال في اسم بورسعيد واجيب لك اللي قال لي المعلومه بلسانه، ابن عمه موجود انا معايا في اسكندريه، قال لك اول ما المساجين طب ما تسمع حضرتك. اول ما المساجين سمعوا حكم الاعدام عليهم هبدوا على الابواب وقالوا ال 21 فرد اللي منهم مسجون في سجن بورسعيد لان منهم ناس كان محكوم عليهم غيابي، قالوا باللفظ هنقول على كل حاجه وهنقول مين اللي قال لنا. دي نمره واحد. لما النائب العام الجديد اجل الحكم على الناس، الضابط اللي عمل التحريات في الحادثه نفسها اتقدم للمحاكمه، اتضم للمتهمين. طب ما النائب العام عمل شغل. طلبته اقاله النائب العام اتشال واتحط نائب عام جديد، طلبته باقالته تاني. لما اسمع ان ابن فلان وابن علان اللي جايب مقبول ووكيل نيابه ودخل وكيل نيابه ومش جايب جيد جدا، جايب مقبول وبقى وكيل نيابه، راح يتظاهر عند مكتب النائب العام علشان ايه؟
علشان يقلوه، لانه عارف انه اول ناس هتتشال من مناصبها وكلاء النيابه اللي جايبين مقبول. طب ما ده تطهير في البلد. اذا يا فندم احنا مغرر بينا من قوى سياسيه عايزه دلوقتي تعمل ايه؟ عايزه تفضل الشعله مشتعله في البلد على لغايه ما يوصل للمنصب. اول ما يوصل للمنصب هيقمع الناس، هيشتغل بقى بالشرطه، هيسلحها. احنا المتضررين في الحالتين يا فندم، مش عشان في نظام حالي بيدينا حريه في التعبير عن الراي نقدر نقول عليه وحش متكاسل. لا، هو مش عاوز يتعرض لحد، هو عاوز يفضل يبني وبعد كده يقول لك بص بقى انا عملت ايه في الفتره اللي انت عملت تظاهر فيها، مش من يوم وليله. لما اسمع ان شركه سامسونج جايه تشتغل في الصعيد واول تجربه ليها في شهر ابريل اللي جاي، وده كلام دكتور هشام قنديل نفسه، شركه سامسونج واكبر مصنع للالكترونيات على الشرق الاوسط هيتم في بني سويف. طب ما هو ده حاجات بتتعمل للبلد وهتشغل 6000 عامل مصري شركه سامسونج. المنطقه الصناعيه في سوهاج وفي بني سويف، الاراضي اللي هناك بيستغلوها دلوقتي في انشاء مصانع هتشغل 25000 عامل. الكلام ده كان من شهر، قال لك ده كلام. احلام دلوقتي. لا ما احلام. كلها احلام. شهر ابريل مش هيبقى احلام، هيبقى بالفعل. شركه سامسونج جوله الرئيس في اوروبا وجوله دكتور هشام قنديل في اوروبا جابت تعاقد مع شركه سامسونج ان يتم انشاء مصنع في مصر. طيب ما هو في ابريل. يشحت ايه يا فندم؟ ما انت مبارك سايبها لك خربانه. لا ما انت داخل عارف انت هتعمل ايه. لا هو دلوقتي الراجل معاه تعاقد. على العموم احنا لسه معاكم مستمرين، وقراءة للمشهد الثوري وتظاهرات اليوم في ميادين تحرير مصر. هنطلع بفاصل ونرجع تاني. الصور بتاعتنا دي هتروح للامن الوطني. كل ده عشان لسه انا الوحيد اللي وقراءة للمشهد الثوري وتظاهرات اليوم في ميادين التحرير بمصر. ويمكن المشهد صعب، وزي مراسلينا ما بيوافونا بالأخبار أول بأول، يعني العملية أصبحت متأزمة بشكل كبير جدا. مش عارفين نطلع من حالة العنف والحالة اللي احنا موجودين فيها دي ازاي. يمكن الدعوة للحوار والدعوة للم الشمل لم تلقى القبول من قبل كثير من الأطياف السياسية، وبرضه مش عارفين ليه. يعني مش عايزين نتجمع، مش عايزين نقعد، والدنيا عمالة تقع بينا. العملية كل ما نقول تهدى شوية ما بتهداش، بترجع تشتعل وتزيد مرة تانية. احنا لسه بنتكلم ولسه عاوزين نعرف برضو آرائكم وقراءاتكم من خلال متابعتكم لينا ومتابعة هذا المشهد الثوري في ميادين التحرير بمصر. ولكن أنا هقف شوية كده مع المطرب والملحن حسني معاون، وهيسمعنا حاجة برضو شديدة المصرية. اتفضل.